سلام شباب، كي دايرين؟ مزيان؟ كنتمنى تكونوا اون فورم على احسن حال. اليوم غادي نهضروا على ماتش البارسا واسبانيول، الماتش ديال الجوله 15 من اطار لا ليغا. كيحتل برشلونه المركز الثاني مؤقتا بمباراة ناقصة ضد اسبانيول ب 37 نقطة، وفي المركز الاول هو نادي ريال مدريد. بالنسبة للاهداف اللي كان سجلهم في الماتش ديال اوساسونا، سجلهم كل من بيدري وسجلهم رافينيا. هدف سجلوا بالراس رافينيا، هدف بالراس اللي شبيه برأسية فان بيرسي في مونديال 2014 ضد اسبانيا. رتبة اسبانيول هي الرتبة 17، وهي حصيلة ضعيفة لفريق من مستويات كبيرة في الليغا، قريب جدا من منطقة الخطر ومنطقة نزول. في المباراة السابقة خسروا ضد فياريال ب1-0. بالنسبة للمواجهات الأخيرة لنادي برشلونة، لا في الليغا ولا في الشامبيونز ليغ، لعبوا ضد ريال مدريد وخسروا ب3-1، لعبوا ضد فياريال في الليغا وخسروا وربحوا ب3-0، لعبوا ضد اتلتيكو بيلباو وربحوا ب4-0، لعبوا ضد البايرن خسروا ب3-0، لعبوا ضد فالنسيا وربحوا ب1-0، لعبوا ضد بيلزان وربحوا ب4-2، لعبوا ضد الميريا وربحوا ب2-0، لعبوا ضد اوساسونا وربحوا ب2-1. هذا فيما يخص المباريات الاخيره لا في الشامبيونز ليغ ولا في الليغا. بالنسبه للخمس مواجهات الاخيره للنادي الاسبانيول، لعبوا ضد إلشي وتعادلوا ب2-2، لعبوا ضد مايوركا وتعادلوا ب1-1، لعبوا ضد اتلتيكو مدريد وتعادلوا ب1-1، لعبوا ضد فياريال وخسروا ب1-0، ولعبوا في كاس الملك ضد الرينكون سيدي رينكون وربحوهم ب3-0. كما كنشوفوا ان هذا فريق ديال التعادلات ولا الهزائم، يعني معروفه بان الرتبه ديالهم قريبه للمراتب النزول، يعني طبيعي غادي يكونوا نتائج بحال هكا صعيبه بزاف. بالنسبه للفريق قدم الشيء الكبير في لا ليغا، وكان تيلعب الند للفريق برشلونه في الديربي. بالنسبه لبرشلونه في المباريات السابقه ديال الموسم الماضي، فاز عليهم في مباراة الذهاب. برشلونة فاز على اسبانيول ب1-0، وتعادلوا معاهم في الروتور، تعادلوا معاهم ب2-2. بالنسبة لآخر مباراة لعبتها برشلونة ضد اوساسونا، اللي شهدت طرد ديال ليفاندوفسكي، وطرد بالنسبة لبيكي، جيرارد بيكي، بالرغم من انه ما شاركش في المباراة وكان في مقاعد البدلاء. بالنسبة لفريق برشلونة في هذا الموسم وخلال 14 جولة، سجلوا 33 هدف واستقبلوا 5 ديال الاهداف. هذا يدل على ان الفريق ولا قوي دفاعيا ولا متحسن هجوميا بالقدوم ديال ليفاندوفسكي، وكذلك قدموا اسيست في المجموع 23 اسيست. الفريق الكاتالوني ولا قوي جدا في الليغا. كندوي على الليغا ماشي في الشامبيونز ليغ. في الشامبيونز ليغ هضره واحده اخرى، وين في الليغا يعني ولا الفريق قوي جدا. فيما يخص الثقه ديال تير شتيغن في النفس ديالو، عكس الموسم الماضي، هذا الموسم في خلال 14 جوله 11 مره خرج بكلين شيت، ولكن كيبين لك المستوى الكبير اللي توصل ليه تير شتيغن. عكس الموسم الماضي كان اي فريق يكينوي يتيري كيسجل. هذا الموسم تحسن جدا، ويمكن من بعد العمليه اللي كان قام بها ولا احسن واحسن. بالنسبه للهداف والفارق، كيف ما كتشوفوا روبرت ليفاندوفسكي سجل 13 هدف، متبوع بعثمان ديمبيلي سجل 4 ديال الاهداف، متبوع ببيدري سجل 3 ديال الاهداف، متبوع بانسو فاتي سجل 3 الاهداف. وكيف ما كتشوفوا القائمه هي قدامكم، فيها فرانكي دي يونغ، رافينيا، سيرجيو روبرتو، فيران توريس، ديباي وإيريك غارسيا. بالنسبه لعدد ليزاسيست، بالنسبه لبرشلونه قدم عثمان ديمبيلي 5 ديال ليزاسيست، ليفاندوفسكي 4، بالدي 3، انسو فاتي 3، والقائمه هي قدامكم: كوندي 2، رافينيا 2، فرانكي دي يونغ 1، البا 1، بوسكيتس 1 وغافي 1. جاتني غريبه في هذه القائمه بان بيدري ما كاينش في ليزاسيست، اول مره تلاحظ. بالنسبه لتنقيط اللاعبين اللي حدود الان في الليغا، والهما من الاحسن كاين
روبرت ليفاندوفسكي طبعا ب 749، بيدري ب 736، ديمبيلي 734، كوندي 729 تا هو وافد الجديد، فرانكي ديونغ 728، جوردي ألبا 724، رافينيا 723، بوسكيتس 716، وبيكي اللي اعتزل من الفريق الكتالوني وسجل 7.13. اما فيما يخص هدافي الدوري بالنسبه للاعبين ديال الاسبانيول، سجل 7 ديال الاهداف خوسيلو في المرتبه الاولى. في المرتبه الثانيه مارتن برايتويت اللاعب السابق لبرشلونه، سيرجي داردير سجل 2، اكسبوزيتو سجل 2، خافي بوادو سجل 1، وكارلوس لازو سجل 1 كما كتشوفوا في القائمه قدامكم. بالنسبه لعدد الاسيستات فيما يخص اسبانيول، يعني قدموا اسيستات. بالنسبه لاوليفانز قدم 3، اكسبوزيتو قدم 2، سيرجي داردير قدم 1، خوسيلو قدم 1، اوسكار جيل قدم 1، ومارتن برايتوايت قدم اسيست 1. كما شفنا ليفاندوفسكي سجل 13 البيت ماشي سهل انك تسجلها في 14 جوله، وخصوصا بالنسبه للوافد الجديد من بايرن ميونخ. يعني تأقلم مع الرسم التكتيكي ديال كزافي، وتأقلم مع المجموعه، واللي ماشي بالسهل بانك تتأقلم بهذه السرعه هذه الكبيره، وكانه كان معاهم من مواسم فريطه كثير. وكما خرج القرار ديال المحكمه بان روبرت ليفاندوفسكي غادي يترفع عليه توقيف اللي توقف بسبب البطاقه الحمراء اللي خدها في المباراه ديال اوساسونا، واللي تم التوقيف ديالو 3 ديال المباراه. رفع التوقيف وتم اخبار كزافي خصوصا في اخر الحصه، يعني حتى في خلال الحصه ما تدربش معاهم ليفاندوفسكي على اساس انه غادي يكون اساسي في المباراه ديال اسبانيول. يعني تعلم في الدقائق الاخيره في الحصه ديال التدريبيه ديال فريق برشلونه. وبهذا يعني ليفاندوفسكي غادي يشارك في المباراه ديال الديربي في الجوله 15 في الكامب نو ضد اسبانيول. وبالرغم من الارقام الكبيره اللي حققها ليفاندوفسكي مع برشلونه وانتدابه مؤخرا، يعني عندي تعقيب على السماح برحيل ميسي لباريس سان جيرمان، وهو اللاعب اللي قدم شيء كبير مع برشلونه، وكذلك قدم ارقام خياليه. هادشي كارقام، ولكن حتى المداخل الماليه 30% من العائدات السنويه كان كيقدمها ميسي لبرشلونه، وهذه خسائر فادحه. 200 مليون اورو من المداخل من بيع الاقمصه وحقوق البث وعقود الرعايه وبيع التذاكر. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد هذه الارقام اللي كيدخلها ميسي، ومع ذلك تم التخلي عليه وانتداب ليفاندوفسكي. غادي تقول لي عامل السن حتى ليفاندوفسكي يعني ماشي صغير في السن، حتى هو كبير، والارقام اللي كان كيقدم ميسي تتزاوج بكثير الارقام ديال ليفاندوفسكي. مع ذلك واخا ليفاندوفسكي قدم ارقام مزيانه، ولكن ميسي عنده مكانه خاصه وعنده قيمه فنيه كبيره لنادي برشلونه. بالنسبه لنقاط ضعف فريق برشلونه، هو واحد اللاعب اللي هو جميع البرصاويين كيطالبوا بالرحيل ديالو، اللي هو بوسكيتس، محور الارض كما كنقولوا. بوسكيتس يعني في الاونه الاخيره ولا تيقدم مستويات ضعيفه بزاف، لا في البطء ديال اللاعب وكذلك فقدان الكره في العديد من المرات، يعني كيفقد الكره وبدا تيقدم اخطاء كبيره وفادحه. في خلال مباراه الاوساسونا دار خطا وجا منه البيت اللي هو سوء التغطيه، جا منه البيت، ومع ذلك تكرر 2 المرات فقد الكره في اماكن خطيره ولا في الثلث الاخير من الملعب، وكان ممكن يقدم اهداف لولا الرعونه ديال لاعبي اوساسونا. كما شفتوا الخطا الاول ديال بوسكيتس واللي قدم منه الهدف بسوء التغطيه، وكذلك في المرحله الثانيه خطا الثاني، وكان ممكن انه يتسجل الهدف على برشلونة، وكان ممكن تنتهي النتيجة بتعادل عوض الفوز لبرشلونة.
وشفنا ان فرانكي ديونغ ممكن يكون احسن بديل للبوسكيتس. شفنا التمريره اللي قدم في الهدف ديال رافينيا، تمريره حاسمه وسحريه وتمريره جيده جدا، زعما فيها بزاف ديال التكنيك، جا منها البيت وصافي. الله يجعل شي بركه. يعني اللاعب فاش يوصل لواحد السن صافي من الاحسن يغادر النادي. بالنسبه من نقاط الضعف ديال برشلونه اللي هما الكرات العرضيه كتشكل خطر على برشلونه. وشفنا في الهدف الواحد ضد اوساسونا كان من كره عرضيه وجا منها الهدف. صحيح كان سوء التغطيه ديال بوسكيتس، ولكن الكرات العرضيه كتشكل خطر على فريق برشلونه. كذلك عمق الدفاع، يعني عمق الدفاع حتى هو فيه مشكل في العمق ديال برشلونه، ومنه استقبل اهداف واهداف حاسمه اللي تسببت في الاقصاء ديالهم من دوري الابطال. ممكن ان في الليغا يعني ما كتشكلش خطر كبير، واني في دوري الابطال شفنا ان الفريق دفع الثمن غالي. كذلك ما نقدروش نقولوا بانها نقطه ضعف، ولكن صبحت على الفريق اللي هي تدوير الكره والاستحواذ السلبي. يعني الكره الحديثه ولات كتعتمد على الاستحواذ، الشيء اللي ما بقاش نافع. وشفنا منتخبات بحال كرواتيا، شفنا بحال السعوديه، شفنا بحال اليابان كيفاش كانوا كيسمحوا في الكره وكيلعبوا على المرتدات، ومع ذلك كانوا كيفوزوا. يعني اصبح لازم انهم يبتعدوا على الاستحواذ المؤمن. كما قال كابيلو وسالغادو، قالوا بان صافي الاستحواذ صار ما بقى صالح رسميا، تبطل المفعول ديالو في المونديال. من نقاط القوه ديال الفريق ديال برشلونه هو انه ليفاندوسكي كيشكل قوه ضاربه في الخط الامامي ديال الهجوم. كذلك عثمان ديمبيلي بزاف كيشوفوا بانه كيكثر، ولكن حتى هو من نقاط القوه ديال فريق برشلونه. ومن نقاط القوه كذلك كما قلنا اسبق قلنا بان تير شتيغن اصبح نقطه ضوء في الخط الخلفي ديال برشلونه. وفي الاخير ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب للاشين وتفعلوا الجرس الا كنتو جداد. تهلاو، بيس.